غرفة غسان أنو وحدة؟ بتلاقيه بهديك الغرفة. عدنان من قسم مكافحة الإرهاب. حضرتك مقبوض عليكي بتهمة التعاون مع الإرهاب ورح تيجي معنا. انت شو عم تقول؟ تنظيم شو ومساعدة شو؟ أنا شو لي علاقة بالتنظيم؟ انت مو مرته لراسم آغا؟ والإرهابي زيدان كان عندك بالبيت وفي شكوى بحقك. تعي معنا ولا تقاومي أبداً. لك اتركني. اتركها. لك شو هي ما بدكم دخلها. مني؟ يلا امشي. اتركني. مالي اتركها يا بحالك. اتركوني بحالي. امشي معي يلا. تحركي اتركوني لشوفك. تعملوا هيك. امشي. انتوا شو عم تعملوا؟ تحركي اعمل لك. لا تتدخلي. عدنان فيك تفهمني شو اللي عم بيصير هون؟ كانت عم بتساعد الإرهابي زيدان. خبته ببيتها وكمان ببيت طعمته. بدك أكتر من هيك؟ بعدي عن طريقي. ما فيكم تعملوا هالشي، اتركوها. اتركوها. اتركوا امي. ما فيكم تاخذوها هيك. اتركوني. اتركوني. اتركوا امي. قلت لك اتركوني. امشي بقى. اتركوني. عملكم اتركوني. خلصينا أنا ما امشي. فيكم هيك. يلا انتوا شو تحركي. بدكم منا؟ اتركوني. اسمعي يا خانم، رح أحكي بوضوح وماني شايف أي مشكلة بهالشي بنوب. وصلي رسالتنا لزيدان، بدنا عبود منه. وإذا وصل أي شيء للمحكمة، يعني أي تسجيل صوت أو فيديو بخصنا، رح نقتل هاي المرة. أنت مو غريبة على هذا الموضوع. رح اشتكي عليكم ورح حولكم على القضاء. لا توقفي، روحي لشوف. كل يوم عم بتروحي شو عملتي؟ زوجك بهداك المكان طول ما نحن بدنا رح يضل هنيك. فهمتي يا خانم؟ ما رح يطلع. نحن القانون بهالبلد والمحكمة نحن كمان. هالشي حطيه براسك. هاي هي نهاية الخاين يلي ساعد القائم مقام. اللي بقرب من طارق أو بيساعده بيكون مثله. فهمتوا علي يا أوغاد؟ نحن لازم نضل بعاد. ايه كلامك مزبوط. ما عاد الواحد يقدر يثق بحدا من رجال الدولة. حتى المكان المبارك هدول بيوصلوا لهي الحالة. والله يا ناس بيخلوا الواحد يكره بلده بالقوة.